الحدود البحرية، وباش نمشي بكم شوية من خلال البحرية التونسية حلق الواد وأيضا تبرقة على الحدود الجزائرية. شوفوا الوحدات المختلفة المنتمية للحرس الوطني في عرض البحر شنو تخدم، وإذا كان هنا فما دروغ شوفوا شنو موجود في تبرقة، ونرجعوا باش نمشيو نحكيو في مواضيع أخرى. سعيد من 412 سعيد 412 وسعيد 12. انا شوف في كور على ذا ثم في بعد الحد اول شيء على الحد. سعيد 412 وسعيد 12. على ثلاث ولا يتجه بقرا شريط حدودي فلامينكو على ذا شفناه ولا ثبت فيه ولا ولا على الاتجاه. ريبورتاج خاص برشا نحكيو فيه على المراقبة الروتينية للحدود البحرية التونسية على نقاط التماس بين تونس والجزائر. احنا موجودين في مركز متقدم جدا موجود على بعض الأمتار من الحدود البحرية الجزائرية، فما عمل على المستوى اليابس على مستوى الأرض كما نقولوا، لكن فما عمل ثاني يتم على المستوى البحري، ومعنا أحد ضباط الحرس الوطني لتفسير مراقبة الحدود البحرية التونسية هنا من جهة تبرقة. بالنسبة لنا احنا محطة راس البرويسية هي تابعة للفرقة البحرية بتبرقة والمنطقة البحرية بتبرقة. بالنسبة لنا احنا عملنا يومي يقوم به يعني بصفة يعني على مستوى الحدود البحرية. بالنسبة للحدود الجزائرية التونسية هي مهمتنا هي مقاومة التهريب ورصد المراكب العاملة على الشريط الساحلي سواء انطلاقا من ميناء برقة ولا من السواحل القريبة منها. بالنسبة لنا احنا عندنا شاشة الرادار هنا تقوم برصد الأجرام البحرية المتواجدة على السواحل البحرية، واحنا بدورنا نقوم بتوجيه الوحدات العاملة على المستوى يعني الوحدات العاملة المنطقة البحرية بتبرقة من صقر ومن زورق تابع المركز البحري ومن خافرة تابع المنطقة البحرية بتبرقة، ونقوم بتوجيه الجرم البحري المشتبه فيه القريب من الحد، وذلك بمراقبة الأشخاص والوثائق الخاصة بالمركب وتفتيشا دقيقا ومقاومة التهريب ومقاومة الأشخاص مفتش عنهم والتحري في شأنهم بالتنسيق مع قامة المنطقة البحرية بتبرقة وتحت شرف السيد رئيس المنطقة البحرية بها. طيب واحنا نحكيو معناتها معاك هذا هو معناتها الرادار البحري اللي يتم بمتابعة العمليات، وفي نفس الوقت عندنا معناتها داخل البحر معاكم فرقة أخرى قاعدة تصور نتبعوا في العملية توا ونوريو في الصور الخاصة لوحدات الحرس البحري على مستوى تبرقة الحدود البحرية بين تونس والجزائر. سامحني كمل اتصل معناتها بالفرق اللي موجودة على البحر والفلوكة اللي قاعدين نتبعوا فيها. بالنسبه لنا احنا عندنا تنسيق مع جيش البحر
نخدموا مع جيش البحر اللي هو ننسقوا مع بعضنا في جميع العمل الميداني بالنسبه لنا احنا السواحل الحدود الجزائريه، وننسقوا مع فرقه الحدود البريه بالنسبه شنو وصلتوا تو من بعد الفلوكه اللي وصلتوا له؟ احكي معاهم في البحر شنو عنده، خلينا نتبع. سعيد 412 من سعيد 12. انت حاليا تقوم بالتفتيش في المركبه. حاليا صدد التفتيش ومش نعطيك زوج هويات. واضح على انصات. خذ عنده الهويات وعديهم. احنا حاليا تو نقوموا بالتوجيه الدوريه العامله التابعه للمركز الزورق، تابع المركز البحري بتبرقة، المتواجد على عين المكان وهو بصدد الدوريه الساحليه الاستكشافيه، ونقوموا بتوجيهه الى المركب الموجود متواجد يعني محل شبهه، نثبتوا فيه، تنقلوا الدوريه، تفتشوا، تثبت في الاشخاص، تعدي لهم هويتهم، ونقوموا بتفتيش المركب يعني تفتيشا دقيقا خاطر قريب للحد، وكذلك نثبتوا في الوثائق القانونيه للمركب وتحري يعني اذا كان عنده وثائق ناقصه ولا غير قانونيه يقوموا له بالاجراءات القانونيه في شأنه. والمرجان شنو حكايته معناتها؟ ممنوع مش ممنوع كي تلقوا في المركب معناتها مرجان؟ لا، بالنسبه للمرجان ممنوع منعا باتا، والقانون يعني بالنسبه لنا احنا الناس اللي تقوم يعني بتعمل في السمك عادي هذاك بالنسبه لنا احنا اللي يخدم في المرجان بالنسبه لي هو ممنوع منعا باتا، ما عدا المراكب المرخص لها قانونيا بالعمل في المرجان. مركب مش مرخص له قاعد يخدم، معناتها باش توقفوا اللي موجودين فيه؟ بطبيعه الحال يتم تفتيش المركب، واذا كان تم العثور على كميه من المرجان تم اصطيادها بواسطه اساليب غير قانونيه، يتم حجز المرجان واتخاذ الاجراءات القانونيه في شان المركب وصاحب المركب والربان. المركب استعملوا له تزول الميناء؟ بطبيعه الحال يتم ادخاله الميناء واتخاذ الاجراءات القانونيه في شانه، والتنسيق مع مصلحه الصيد البحري، والتنسيق مع الديوانه، واتخاذ الاجراءات القانونيه في شانه، وحجز المركب وحجز المنتوج وحالته الى مصالح الديوانيه. برشا يحكيوا على المرجان معناتها في تبرقة لهنا، تهريب المرجان واكثر عمليات معناتها اللي صارت هنا ولا اشهرها؟ بالنسبه لنا احنا هنا تو احنا نقوموا بالتصدي لجميع انواع التهريب بالنسبه للمرجان، وحاليا احنا مع ظاهره يعني نقصت تماما بالنسبه لنا احنا، وقمنا بحجز العديد من المنتوج يعني بالنسبه لنا احنا بصفه عامه في شكل يعني مراقبه ترتيبيه سواء بالميناء او بالبحر، وتم التصدي لهذه الظاهره، واحنا لها بالمرصاد يعني بالنسبه لنا احنا ممنوع منعا باتا الاساليب المعتمده من طرف المهربين في صيد المرجان، واحنا متصدين لها، وبالنسبه لنا احنا ما نسمحوش بحتى اساليب جديده يبتكروها هما، احنا لها بالتصدي، وبالنسبه لنا احنا ما نسمحوش بهذه الاساليب خلاص، واحنا بالنسبه لهذه يهدد الاقتصاد التونسي بصفه عامه، وبالنسبه للمرجان بصفه عامه حاليا ينقص تماما، وفما برشا فلايك يعني فما العديد من المراكب الصيد اللي بدت اختصاصها وتخدم في السمك. من المركز هذا معناتها الحدودي المتقدم على البر اللي هو يراقب في المياه الإقليمية التونسية على مستوى تبرقة بين تونس والجزائر، منه هو نمشيو لميناء تبرقة ونشوفوا شنو معناتها المركب اللي وقع معناتها الحجز نتاعو أو تفتيشه شنو موجود فيه بالضبط، ومع المجموعة الصحفية اللي تشتغل مع هذا المركب نشوفوا شنو فما. تبعونا.
عملية بحرية كما نرجع شوية للصور ونوريوها لكم في إطار معلومة توفرت وحدات الحرس الوطني على الحدود من جهة التبرقة على مقربة من القالة الجزائرية. كما نقولوا احنا بورنا الصفر، أحد المراكب المشبوهة تو نحكيو معها مع أحد الضباط يفسر لنا العملية شنية بالضبط. لكن كما تشاهدوا في الصور ديما وقت اللي تتوفر المعلومة ويصير التدخل الحيني للوحدات الأمنية بطبيعة الحال. وحدات كوموندوس الحرس الوطني تتدخل في البحر هذه في إطار التصدي للتهريب للإجرام للهجرة السرية. ونمشي مع أحد الضباط باش يحكينا على العملية اللي تنفذت توا من قبل الوحدات المشتركة للحرس الوطني. ستشكون الفرق اللي شاركوا وشنو هي العملية بالضبط؟ هي مختلف الوحدات الحرس البحري من جهة الاستعلامات والوحدات الخاصة متاعنا. جاتنا معلومة مفادة، فما أشخاص مشبوهين ومهربين سلاح زادة معاهم محاولين باش يعملوا هجرة سرية لبرا. طلبنا تعزيزاتنا الكل وخرجنا لهم، تم القبض عليهم، تفتيشهم والحجز نتاع المركب والسلع المهربة هذه. من جملة المهام نتاعنا هي حماية الحدود التونسية وسواحل بمختلفها، معناتها من الهجرة السرية، من تهريب، من كل شيء. طيب نعرفوا برشا البلاصة هذه معناتها اللي نحكيوا عليها تبرقة معروفة بتهريب المرجان، أيضا بعض اجتياز الحدود البحرية خلسة سواء في اتجاه أوروبا أو من بلد إلى بلد، من تونس نحو الجزائر أو العكس بالعكس. والعملية هذه اليوم مفتش عنهم إضافة إلى شبهة تهريب المرجان لبرشا ناس تحكي عليها في تونس في الفترة هذه. هي اساسا هنا المنطقه هذه معروفه بالمرجان من ناحيتنا احنا ولا من ناحيه القطر المجاور، والاكتيفي معناتها النشاط الاكثر متداول هنا هو المرجان. لكن ديما نعرفوا المرجان بما انه حاجه ثمينه يحاولوا التهريب نتاعها اكثر منه انها يمشيوها بطرق قانونيه. طيب إضافة إلى حجز المركب اليوم شفنا زاد إيقاف الموجودين على المركب اليوم مطلوبين للعدالة على ما أظن. هما المشبوهين هذوما هذه هما محل تفتيش من قبل، وحاولوا يعملوا الهجرة هذه، منها هجرة سرية ومنها تهريب للمرجان هذايا، معناتها هذايا باش يكون لهم كما نقولوا سند مالي في الخارج. كي توفرت المعلومة خذيناها بجدية كاملة وبالتداخل نتاع مختلف الوحدات نتاعنا. الحمد لله وصلنا أن عملنا إنجاز طيب في حجز معناتها السلع المهربة هذه، والأشخاص هذوما هما بطبيعتهم محل تفتيش ومطلوبين للعدالة من قبل. بطبيعة الحال نرجع بكم شوية إلى الصور لتدخل وحدات الحرس الوطني، وحدات الكوموندوس، وحدات الحرس البحري والاستعلامات وكل الأطراف المتداخلة في تنفيذ هذه العملية. هذه صور خاصة حصرية من المياه الإقليمية التونسية من جهة برقة، تدخل للوحدات بطبيعة الحال كما تشاهدوا في الصور، تطويق للمركب، أيضا التدخل بسرعة فائقة في وقت وجيز جدا للوصول إلى المركب المستهدف. وتعرفوا هذه من بعض الأماكن الحدودية اللي موجودة في أقصى الشمال الغربي التابعة إلى منطقة الحرس الوطني بتبرقة وإقليم الحرس الوطني بجندوبة. وقت اللي نحكيه على تهريب من الحدود، وقت اللي نحكيه على حراسة الحدود، نحكيه على الحرس الحدود وأيضا كل الوحدات اللي كنت نسمي فيها. وقت اللي احنا نصوروا معناتها في هذا المكان على مدة طويلة جدا، خدمنا مع وحدات الكوموندوس، الوحدات الخاصة للحرس الوطني، شفتوا العملية هذه البحرية. لكن فما مهام ثانية تقوم بها هذه الوحدات. نرجع بكم شوية لما نتحدث على الأيامات نتاع الثلج في عين دراهم وفي هذه المناطق. كاميرا ام تونيزيا تيفي كانت موجودة في جبال عين دراهم ترافق وحدات الحرس الوطني اليوم في أحد الأماكن اللي ينصبوا فيها كمائن للإرهابيين، ينصبوا فيها كمائن للتصدي للإرهاب، وكل من شأنه باش يمس من أمن هذا الوطن. وصور خاصة جدا وقت اللي نحكيو على التمبيراتور باردة برشا، وقت اللي نحكيو على الثلج اللي موجود أكثر من متر ومتر ونصف في طقس بارد،
واحنا في قلب الجبل. تشوفوا في الصور هذه لوحدات كوموندوس الحرس الوطني، هذه صور خاصة شوفوها معناتها موجودة راهو في الليل وفي النهار، لكن باش تدخل الجبل وباش نجم تصور في طقس مثل هذا صعيب برشا في الليل، واختر برشا وما يسمحوناش باش نرافقوا الوحدات في الليل، لأنه تعرفوا أنه كل خطأ لا قدر الله ينجم يكلف نفس بشرية، وناس رجال كيما هذوما مضحين من أجل هذا الوطن. شوفوا البرد، شوفوا معناتها الجبل الصعوبة متاعه، لكن الناس قاعدة تخدم. وهذه صور حصرية لأول مرة في قناة تلفزيونية تونسية تعدي كوموندوس في الثلج في الجبل وفي الغابات، ونخليكم مع هذه